علشان نشتري كتاكيت في الايام اللي احنا فيها دي لازم بقى نتاكد من الكتكوت اللي احنا هنشتريه كتكوت كويس، فرزه اولى، مش يضحكوا علينا ويدونا كتاكيت تعبانه تقرفنا بقى طول الدوره علف وادويه، وفي الاخر نطلع من الموضوع ده كله بخساره. لا، مادام هحط في الكتكوت سعر غالي يبقى انا لازم اخد كتكوت كويس. طب ايه هي مميزات الكتكوت الكويس؟ ازاي انا اعرف افرق ما بين كتكوت الفرزه اولى والفرزه التانية عشان محدش يضحك عليا ويديني كتكوت سردة فرزة تانية ما يجيبش معايا وزن؟ تابع معايا الفيديو للنهاية، هشرح لك بالتفصيل وهوضح لك بالصور علشان لو لقيت اي عيب من العيوب اللي انا هتكلم عنها في الفيديو ده في الكتاكيت اللي انت هتستلمها ما تستلمهاش. بس في الاول شجعني كده بلايك جميل منك واشترك في القناة لو انت مش مشترك وفعل زر الجرس. نبدأ على بركة الله، بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اول حاجة هتمسك الكتكوت في ايدك، هتبص كويس وتركز في الكتكوت اللي انت ماسكه في ايدك عند فتحة المنقار، عند المنقار وفتحة الانف وعين الكتكوت. اول حاجة عين الكتكوت ما ينفعش تكون مغمضة، لازم تكون عين الكتكوت كده مفتحة. تاني حاجة المنقار، من عند المنقار لو لقيت ان فتحة المنقار من عند الانف متسخة ده معناه ان الكتكوت عنده مشكلة تنفسية، ده طبعا ما تجيبوش. تاني حاجة تيجي عند المفصل بتاع الكتكوت، لو لقيت من عند المفصل احمرار ظاهر جدا من عند المفصل ده برضو ما تجيبوش، ده عيب تاني من عيوب الكتكوت. حاجة تانية برضو في المنقار ممكن تلاحظها، موجود نقطة حمراء في المنقار وده معناه ان في عيب في التفريغ، ده برضو كتكوت سيء ما تجيبهوش. بعد كده هتبص على رجل الكتكوت، لو لقيت في جفاف في رجل الكتكوت هتلاحظ وجود ان عرق الوريد ظاهر جدا في الكتكوت، ده معناه ان الكتكوت ده عنده جفاف. في الوقت ده برضه الكتكوت ما تجيبوش. ممكن كمان تلاحظ ان في تشوهات في الارجل، يعني تلاقي الكتكوت مش قادر يقف على رجله، ده طبعا ما تجيبوش. لازم تخلي بالك ان الكتكوت تخبط كده على الصندوق تلاقي ان الكتكوت فيه حيويه، فيه استجابه منك لما انت خبطته وعملت صوت الكتاكيت انتبهت ليك. في نفس الوقت الكتكوت واقف على رجليه يقدر ان هو يمشي ويجري، مفيش مشكله في عند الكتكوت في رجله. حاجه برضو كمان ان انت تختبر حيويه الكتكوت، اختبر نشاط الكتكوت ازاي، ان انت تقلب الكتكوت على ظهره في ايدك بقى وفي الصندوق اللي موجود فيه الكتاكيت. لو الكتكوت اتعدل بسرعه ده معناه ان الكتكوت عنده حيويه ونشيط كويس، انما لو الكتكوت فضل مكانه ومتعدلش ده كده كتكوت سيء ما تجيبوش نهائي. زي ما انتم شايفين كده بالظبط في الصور، كل حاجه يا جماعه موجوده قدامكم اهي في الصور بالشرح وبالصوره كمان. طيب حاجه كمان تاني، وجود فهقه او شهقة كده في الكتكوت، هتلاحظ ان الكتكوت بيعمل صوت من بقه فاتح بياخد نفسه مثلا من بقه، ده معناه برضو ان في مشكلة تنفسية عند الكتاكيت، طبعا الكتكوت ده مش هتجيبه. المنقار في تشوهات في المنقار زي ما انتم شايفين كده في الصورة، الكتكوت ده مش هيعرف ان هو ياكل، فهيجي بقى يقعد عندي كام يوم يصوصو ولا اكل ولا شرب وبعدين هيموت، فده طبعا ما نجيبوش. حاجة كمان السرة، ركزوا جدا يا جماعة في السرة، لازم تكون السرة بتاعت الكتكوت ملتئمة، ما يكونش السرة بتاعته لسه في لون اسود حوالين فتحة السرة، ده معناه ان السرة لسه مش ملتئمة. وجود خيط اسود خارج من عند السرة ده معناه ان السرة ما هياش ملتئمة، ده برضو كتكوت ما تجيبوش. حاجة كمان بطن الكتكوت، امسك الكتكوت كده في ايدك ودوس كده على بطنه، لو لقيت بطن الكتكوت كده متحجرة، بطن الكتكوت ناشفة كده وكبيرة، ده كتكوت ما تجيبوش. لازم الكتكوت تكون بطنه صغيرة وبطنه تكون طرية، ما يكونش بطنه متحجرة. كمان في جناح الكتكوت خلي بالك ان الكتكوت لما هتجيبه ما يبقاش فيه ريش ابيض في الجناح، لان معنى وجود ريشه كده بيضه موجوده في جناح الكتكوت ان الكتكوت ده بايت عند التاجر، يعني الكتكوت ولا اتحضن ولا اكل ولا شرب، فبالتالي الكتكوت ده حصل عنده جفاف، فبلاش منه ما تجيبوش. كمان وزن الكتكوت، الوزن اللي هو بيكون مناسب يتراوح ما بين 40 ل 45 جرام، اقل من كده بقى هيبقى كتكوت مثلا بشاير 35 37، ده كتكوت بشاير او كتكوت سردة ما تجيبوش. اكتر من كده مثلا 50 جرام 48 جرام ده معناه ان الام كبيرة، فمعنى كده ان الكتكوت ده مناعته هتكون ضعيفة، فبرضه الكتكوت ده ما تجيبوش. دي كلها عيوب، لو انت لقيت اي عيب واحد بس من العيوب دي كلها موجود في الكتاكيت اللي انت هتجيبها يبقى انت ما تستلمهاش، انت مش مضطر تستلم كتكوت تعبان وتدفع فيه فلوس كتيرة، فلوس غالية، وفي الاخر يطلع كتكوت عندك تعبان يقرفك طول الدورة بقى ادوية وعلاج وعلف، وفي الاخر مش هيجيب معاك وزن. بفكرك لو كنت نسيت تعمل لايك، اعمل اشتراك في القناة وفعل زر الجرس لو انت مش مشترك واول مرة تتابع قناتي. ده كان فيديو النهاردة بناء عن طلب احد المتابعين الموجودين معايا على الصفحة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا وعرفتوا ازاي تختاروا كتكوت كويس.
في نهاية الفيديو تحية طيبة مني لكل المتابعين.